السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في قناتي غنديروا واحد الغديوه بسيطه. بقاو معايا في الفيديو ومرحبا بكم معايا. هنا كما كتشوفوا معايا كنت درت الدجاج ديالي درتو يتسلق في 3 ديال الماء مع 3 ديال المعالق ديال الزنجبيل والملحه باش تحيد منه ديك السفوريه. كما كتعرفوا معايا الدجاج كيشد السفوريه مزيان. هنا غنضيف التوابل اللي كما كتشوفوا درت معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الملحه. غنضيف كاع التوابل اللي عندي. هنا درت غير شي شويه ديال الزنجبيل شويه وصافي. غنزيد شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال التحميره. هاد الغديوه هادي كلشي كيعرفها سهله بزاف. انا غير جيت نفكركم فيها الا توضر لكم شنو ديروا للغدا بحالي. هنا زدت الربيع ديالي، شويه ديال الثومه و نصف كاس ديال الماء. من الافضل نضيفوا الماء وما نضيفوش الزيت باش الدجاج ديالنا يتشرب مزيان دوك التوابل. من الافضل دابا غنخلطو مزيان. هنا غنزيد البصله اللي قطعتها على شكل دوائر، حتى هي غنزيدوها على داك التوابل اللي كاينين في الدجاج. وطماطم قطعنا المطيشه ديالنا على شكل دوائر حتى هي بحال البصله، وضفناها على الدجاج ديالنا وغنخلطو كلشي، غنخلطو مزيان باش كلشي يتشرب. هنا كنت سلقت البطاطا ديالي قطعتها حتى هي على شكل دوائر. هي بطاطا مازال قاصحه ما مسلوقاش كلها، ما رطباش بزاف. دابا غنبداو نضيفو البصله ديالي ضفتها وغنضيفو موراها المطيشه. ومن بعدها كنضيفو الدجاج كما كتشوفوا. غنحطو الدجاج ديالنا كله في هاد اللاطه هادي وغندخلوها للفران. من بعد ما درت عليها شويه ديال الربيع من الفوق غندخلوها للفران. غطيب مزيان، ما كتاخدش وقت بزاف الطياب ديالها. هذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما خرجت من الفران. نصف ساعه هكاك ديال الطياب وصافي. الدجاج كيجي طايب مزيان، البطاطا كتجي واعره، المذاق ديالها رائع اكثر من رائع. شكرا لكم على المشاهده ديالكم. هذه كانت الفكره ديال الغديوه ديال اليوم. شكرا لمشاهدتكم لهذا الفيديو وشكرا لمتابعتكم لهذه القناه. خليوا لي شي تعليق زوين بحالكم ودمتم في امان الله وحفظه. ان شاء الله الفيديو جديد، ان شاء الله الفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.